كنا في الثانويه انذاك في عام حوالي 1500 1975 76. اول عام كان شخصيا كان لي ممارسه المسرح. كنا فرقه هاويه في الثانويه، ورغم صعوبات كثيره وكثيره وقدمنا عروض وتلقينا نفس المشاكل، يعني خلتنا نصبحوا ممثلين، منا تقنيين، مخرجين، يعني هذه الاشياء يعني. ونظن ان يعني الفرق يعني اذا قدرنا نقولوا القديمه والحديثه يعني ما زال ربما تعاني نفس المشاكل. يعني انسان عادي في الشارع ثم يدخل المسرح ويتفرج مثلا مسرحيه كلاسيكيه عالميه مثلا. حتى بالنسبه للمتفرج الهاوي المتفرج، يعني باش يفهم مثلا مسرحيه كلاسيكيه لابد معينه، وهذا نرجع دائما للتكوين والثقافه المسرحيه. مساء الخير احمد. واش انت مع دينا ولا واش؟ حميد، انتم مازال ما رحتوش المسرح؟ ايوا حنا نروحوا للمسرح بلا بيك. سليمه مرتك جاتنا غضبانه بزاف، خليتها مع سعاد وقلت لها دوك انا نروح نجي. خويا حميد من فضلك، سليمه ما نحبش نزيد نشوفها خلاص، وما نحبش تزيد تكلمني عليها خلاص. هذه يا سليمه اللي كنت راح تهبل عليها. ايه كنت رايح اصبح في خبري كان. وكنت تبوس لي يدي باش نمهد لك الطريق ليها. ونبوس لك رجليك باش تهنيني منها. على كل حال وجودك معنا بدا يقرب المسافات ما بين السماء والارض. شكرا لك، أنت إنسان ظريف بالحديث. كوثر عندي واحد الكلام هنا حبيت نقوله، خفت يخرج على لساني قبل الوقت. عجبا، ولماذا تحبس الكلام هكذا في صدرك؟ قل ما تريد يا أخي. صحيح؟ بالطبع. كوثر، انت تعرفي الحب. يا حسراه يا حسراه على دوك اليامات الشابين عندما كانوا شبان مبدعين رغم المشاكل والعراقيل، لأنهم بالفنون والتراث الجزائرية كانوا مؤمنين. السلام عليكم، بونجور، بونسوار، حيثما كنتم، et bien entendu أزول. هذا الفيديو درتها يعني مخصصة باش نقول لكم بأني أنا وحبيبي صاحبي خويا بديس فضلاء معروف، كوميديان، أكتور، كيش يقولوا، منتج، برودكتور، ميتير اون سين، رياليزاتور في إطار الفن بصفة عامة وفي إطار المسرح والسينما الجزائري. اقترح عليا المشروع تاعو باش يدير حصص، ان شاء الله اذا كتب ربي، ان شاء الله. على كل حال اذا كل الظروف يعني تكون مجتمعة، الحصة هذو تبدا في شهر رمضان ان شاء الله. اقترح عليا باش نكون المعين تاعو، لابرنتي تاع، باسكو بديس فضلاء هو الانسبكتور طاهر وانا المعين تاعو. الله يرحمهم، الله يوسع عليهم، حاج عبد الرحمن ويحيى مبروك، اللي الفن الجزائري ما عطالوش القيمة نتاعو. المهم هذه قصة أخرى. إذا قلت لكم حبيبي صاحبي تاع الصغر، بدينا لي زاني 70 السبعينات، نهار كانت الجزائر مازال يعني كانت مازالها شابة. حنا كنا نجيو لفرنسا هنايا نقعدو 10 أيام، والفكرة باش نقعدو فيها ما كانت تجينا. السبعينات وبداية الثمانينات. المهم قلت لكم اقترح عليه باش نكون المعين تاعو، أنا المعين تاعو.
مشروع شباب، وهذا المشروع انضمت ليه، تسمى يعني جاديغي ا سو بروجي. هذا المشروع يعني حاجة شابة، يعني الفكرة شابة، اللي تتكلم على أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، بيان سور، الجالية خارج. دونك يعني صاحبي باديس فضلاء هذا حب يعني يوري كيفاش يعني جزائريين اللي جاو يعني ماشي كبروا في فرنسا ولا في نقولوا في كندا ولا في بلجيكا ولا يعني جاو، يعني كي جاو للغربة جاو شوية كبار كيما انايا جيت 30 سنة في عمري. كي جاو للغربة يعني جاو يعني بالثقافة وعلم اللي الجزائر هي اللي عطته له، يعني ومجانيا بطل. وشاف روحو بلي في الجزائر ما قاعد غير يدور غير تما برك غير في الحومة. واش درنا، واش درنا حنايا؟ هجرنا. ولكن الشيء اللي بلدان تاع الغربة تاع فرنسا بلجيكا كندا في امريكا ولا استفادوا من العلم والثقافة تاع الجزائريين، استفادوا منهم باش ينميو ويغذيو الثقافة والاقتصاد الفرنسي الامريكي الكندي و دونك هذا المشروع في هذا الاطار تاع خويا باديس فضلاء، مشروع باش يتكلم على ناس اللي كانت تقدر تجيب يعني اون بلو فاليو للجزائر. الجزائر قراتهم، علمتهم كذا كيما انايا شخصيا، ومن بعد وصلنا الى في الجزائر وصلنا دون امباس. واش دير؟ يا اما تسكت وتتحمل واش كاين، يا اما تحب الابداع نتاعك ولا هكذا المشاريع تاعك تبان، لازمك تغرب. وعندما تتغرب المشاريع تاعك يستعرفوا بها الاجانب، تسمى الاجانب يديوها بارده، الثقافه تاعك والعلم تاعك وكذا يديوها بارده، الوغ هي الجزائر هي اللي صرفت عليك باش تكتسب هذا العلم والثقافه. وعندما تحب تجيب هذا العلم تاعك والثقافه باش تساند بلادك، تروح للبلاد ما يستعرفوش بيك. البيروقراطيه، سكون ابل لانكومبيتانيك، البيروقراطيه، لانكومبيتونس، عدم الكفاءه، الناس مسؤولين في مناصب ما عندهمش الكفاءات. وعلى بالكم انسان عندما يكون مسؤول ما عندوش الكفاءات، كان كي ريسبونسابل اللي انكومبيتون ما يقدر يدخل يخدموا معاه غير اللي يكونوا اكثر انكومبيتونس، ils sont plus incompétents que lui، باش هكذا هو يقعد في السلطه في اطار شركه ولا في اطار مؤسسه تاع الجزائر تاع الدوليه، تسمى باغ اكزومبل في لا تيليفزيون ولا في لي سونتر كولتوريل ولا. فهمتوا كيفاش؟ الوغ على بالي كاين العديد من الافراد الجاليه الجزائريه في الخارج، على بالي العديد من الافراد ماذا بهم يجيبوا الكفاءات والمعرفه تاعهم باش يساندوا في تطوير في تطوير الجزائر. ولكن السؤال يطرح، لماذا هذه الجالية اللي تصلح للمجتمع الأجنبي في البلاد اللي ربات وقرات وفهمت وكذا، ترفض باش هذه الجالية تجيب الإمكانيات نتاعها والمعرفة نتاعها والكفاءة نتاعها؟ هاو السؤال مطروح، وهذا يكون إن شاء الله في إطار المشروع تاع خويا باديس فضلاء وأنا المعين تاعو. يطرح هذه الأسئلة مع أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا خصوصا،
وفي الخارج تانيك، باش نحاولوا نفهموا يعني واش اللي صار واللي صار لي واللي راح يصرى. هذا واش نقول لكم بور لانستون. فوالا دونك فوالا هذا ما كان، ما راحش نطول 8 مينوت 9 مينوت. دونك فوالا دونك نعطيكم برك هكذا كيش يقولوا ذوق، ان بتي غو هكذا، ان بتي غو هكذا، ذوق هكذا شويه، نعطيك كميه هكذا، بصح ما نقدرش نقول لك كلش. ان شاء الله ربي يوفقنا في هذا المشروع مع خويا باديس فضلاء. ربي ان شاء الله يوفقنا ولا يعني اذا كل شيء يسير، وإذا كل شيء يسير يعني على أحسن ما يرام، إن شاء الله الحصة الأولى نديروها في أول أسبوع تاع شهر رمضان الكريم إن شاء الله هذا العام 2023. كاين واحد المقطع يعني سكون ابل، حكمت مقطع تاع يعني باش نعطيكم نظرة على الشيء اللي راه يستنى هاد الحصة. درت مقطع تاع مسرحية كتبتها أنايا في بداية 1988، وكاين ناس في الخاص اللي شافوها في الفيسبوك قالوا لي يا ودي ماذا بينا نعرفوا لا سويت يعني تاع هذا المقطع تاعك. إبا هذا المقطع في بارتي يعني مقطع من محتوى المسرحية اللي درت عليها فيديو قاية في 2020. درت يعني المشاهد الثلاثة الأولى تاع الفصل الأول، اللي يحب يسمع باش تكون عنده يعني فكرة على محتوى هذه المسرحية اللي مكتوبة في بداية 1988. ندير لكم لو ليان، واللي يحب يشوف اللي يحب يسمع شغل كيما بكري لا راديو يدير هكذا غير ودنو، ما يشوفش غير ودنو ويسمع قبل ما يرقد هكذا يسمعها كيما كنا بكري. انا نشوفها بكري كنا نسمعوا في البوست، نسمعوا الروايات علي فضي الله يرحمه و فالمهم. دونك فوالا دونك واش نقول لكم، واش نزيد يعني، ما عندي ما نزيد. خليكم تشوفوا يعني سكون ابل لي غوش، كلكو غوش هكذايا، تشوفوا يعني باللي دخلنا في اطار خدمه تاع توعيه ثقافيه واجتماعيه بالنسبه للجاليه الجزائريه اللي عايشه في الخارج. نقول لكم السلام عليكم، بون جورني بون سواري حيثما كنتم، اي بيان انتوندو تنيرد اوفوار. فردا ولا صباط يلا هاي بسم الله. اللي للحق وحق بنده معبي، والضباب طلع والشمس مخبي، من تعب على عيوننا العرق يسيل، ما قدرنا نزيدو خطوة نمشي. ياك الليل وفجر الزو، يلا نريحو نزهاو. احنا قعدنا والتبناج بقى يدور يا الخوا في مراح ربي نتعشاو. انا اليوم زهري خاني والسيادة ما ظهرت لي، ما بقى غير الشوك اللي تشكني، وما بقى غير كلب يتبعني. يا صاحبنا تقدم وزيد كبر فرقتنا، ياك الزهر كالكاس اللي يمشي مليء بالكذب والنار في الوسط شاعلة. واحد يشرب فيه السعادة، واحد يشرب فيه السعادة، واحد يشوف فيه شقار. احمد ربي اللي خلق النسيان في الانسان، اليوم راني زاهي غدوة سعد الايام.